السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يوصل لها الفيديو يا جماعة لأول مرة تدوس اشتراك وتفعل الجرس، إن شاء الله تستفيدي معايا كتير. وحبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير لحبايبكم، ودعوهم إن هم يشتركوا في القناة. النهاردة هنعمل العطر اللي احنا بنستخدمه لتعطير الأرضيات. وفي الغالب النهاردة هنستخدمه لتعطير الأرضيات والتعطير في الغسالات العادية. العوض لكل ما هو مفيد، إن شاء الله بحاول أقدم لكم كل ما هو مفيد. ليه بقى النهاردة هنعمل العطر؟ ليه انا قناتي كده ساعات في ناس بتتلخبط، يعني حتى اللي ماسك القناه وبيحاول يحل لي المشاكل اللي بتواجهني بيقول لي ايه قناتك مضمونها ايه. طيب انا قناتي مضمونها ايه ان شاء الله؟ انا بتكلم عن ان النفسيه بتخليني بزود في الاكل، او بتخليني باكل حاجات ممكن تكون مضره وبالتالي بيأثر على الصحه. 3 نقط: انا نفسيتي بتكون مش مظبوطه، بحل مشاكلي بالاكل وبالتالي بيجيلي امراض. فالنهارده بنعمل العطر ليه؟ لان انا واكله الاكل بتاعي، والاكل بتاعي شايفاه ان هو يعني بيديني الطاقه وفيه الحاجات المفيده لجسمي. طيب انا اتعرضت لموقف ضغط، او اتعرضت لموقف خلاني عصبيه. الطبيعي يا جماعة في كل حتة اشوفه في الافلام، اي حاجة بتضايق حد في الموقف يروح على طول رايح لكاس ويسكي، او رايح لسيجارة بيدخنها. ده طبعا في الافلام. احنا في حياتنا بتبص تلاقينا لما بنتعرض لضغوط بنجري على اي حاجة مسكرة. او في ناس بتكون اتجاه الحاجات اللي هي مثلا مكرونة بشاميل. في ناس بتحل المشاكل كده، هي بتبقى حاجة جوانا يا جماعة، يعني في اللاوعي. انت بيتهيالك ان انت لسه واكله مثلا من ساعه، او لسه واكله من نص ساعه، بتقولي انا جعانه فعلا. بتكون انت جعانه، بس بتكوني جعانه جوع كاذب. فعشان ان انا بدل ما احل مشكلتي بالاكل، اعمل ايه؟ اشوف هوايه او اشوف حاجه ممكن اعملها تظبط لي ميزانيتي، وفي نفس الوقت هتظبط لي نفسيتي وتخليني انسى موضوع الاكل، او على الاقل هتشغل حوالي ساعتين ثلاثه. وبعد ما تشغل ساعتين او ساعه هتلاقي نفسك انت سعيده. السعاده ديت هتخليكي تنسي موضوع الاكل. يا رب يكون مضمون القناه وصل لكم، عشان ان شاء الله تشيروا لحبايبكم. ان شاء الله النهارده هنعمل العطر، خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعه. العطر بيحتاج ايه؟ في الغالب لازم نحتاج ميزان، الميزان الرقمي زي ده او اللي اصغر من ده. تمام. بتحطي الطبق والميزان مقفول، وبعدين بتفتحيه، يبقى انت كده لغيتي وزن الطبق. العطر يا جماعه بنحتاج زيت عطري، وبنحتاج ماده بتخلي العطر يندمج بالميه، وبنحتاج ميه. يبقى 3 حاجات: الزيت العطري، والماده اللي هتخلي الزيت يندمج بالميه والميه، والحاجه الرابعه ان احنا هنزود الكحول عشان ينتشر العطر. طيب تمام كده. احنا جبنا ايه النهارده؟ الماده العطريه، الماده اللي هتخلي الزيت العطري يدوب في الميه، التكسبون. ده بسيط جدا، وممكن تجيبيه من عند بتاع المنظفات. ممكن تقول له اديني 100 جرام، او اديني تلت كيلو. 120 جرام يعني، يعني حاجه بسيطه ان شاء الله. ده كده 25 جرام التكسبون. خليكم معايا بقى. هنجيب الزيت العطري، ال 25 جرام يا جماعة. الزيت العطري هنحط عليهم 25 جرام، عفوا ال 25 جرام تكسبون او ال 30 جرام تكسبون هنحط عليهم 30 جرام زيت عطري. ده زيت او عطر البهجة، جايباه من وسط البلد. ده كده. بصوا يا جماعة، 25 اهو. 25 زيت عطري. هو الزيت بتاعهم كده. الزيت العطري طبعا مش شكله زيت، هي كل مكان بيختلف عن الاخر. عشان انا كده النهارده قلت ايه، هعمله عطر للارضيات، لان واضح ان العطر بتاعهم مش قوي. بعد ما بنحط يا جماعة الزيت العطري على التكسبون، بنضرب بالمعلقة السيليكون كده لحد ما يندمجوا خالص مع بعض. ان شاء الله هنسخن مية، والمية تكون دي من الفلتر، ونرجع نحطه عليه عشان يدوب التكسبون. رجعت لكم تاني يا جماعة. حطينا مية سخنة على التكسبون والزيت العطري. هو في الغالب يعني اشترينا زيت عطري حليبي، هم ضايفين ليه حاجة عشان كده لونه أبيض. عشان كده أنا قلت هعمله عطر أرضيات وعطر ملابس، بس عشان التكسبون فهيبقى عطر ملابس للغسالات العادية عشان هيعمل رغوة. كده زي ما انتوا شايفين كده. اهو دوبنا التكسبون خالص.
وده عامل 605 جرام. هنحط قد احنا حطينا العطر 25 جرام، وحطينا التكسبون 25 جرام، هنحط برضو 25 جرام كحول. خليكم معايا. معاكم تاني يا جماعة. هو كده عمل 600 جرام تقريبا. الهواء بيأثر على الجرامات. فهنحط 25 جرام ده كحول اهو. نحط 25 جرام. ادي يا جماعة اهو 25 625، هما كانوا 625 جرام كده. وبعدين هنكمل اللتر. كده اهو يا جماعة عمل لتر اهو. لتر عمل كيلو او عمل لتر اهو. خليكم معايا. عملنا اللتر خلاص. هنحط اللون. ده لون انا كنت جايباه ومدوباه، الوان مائية بتجيبها برضو من عندي بتاع المنظفات اهو. اهو يا جماعة. عايزة زودي لون تاني اهو. موريكوش على الريحة رهيبة، بسم الله ما شاء الله، خلت ريحة الشقة جميلة اهو. ادي اللون يا جماعة. لما تتعرضي لتوتر او مشكله، وانت في العادي بتروحي على طول تلاقي نفسك دورتي على حاجه مسكره، او تلاقي نفسك دورتي على اي اكل تاكليه وانت اصلا تكوني واكله بقالك ساعه او ساعتين، اعرفي ان دي مشكله نفسيه بتواجهيها بالاكل. فاتعلمي حاجه تلهيكي عن انك تدوري على حل مشاكلك بالاكل، وفي نفس الوقت الحاجه دي هتوفر لك ميزانيتك من الاخر يعني. ظبطي ميزانيتك هتتظبط نفسيتك وهيتظبط صحتك، عشان الاكل الزياده او الاكل الغلط بيأثر على الصحه وبيخلينا ندخل في دوامه المرض. العوض لكل ما هو مفيد. اشتركي ولايك وتعليق حلو منك وشير الحبايب.